مرحبا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست حامي بارد. طبعا اليوم أنا ومؤيد استضفنا لكم أكتر 2 طلبتوهم وكررتوا اسمهم وحكيتوا كتير. معنا اليوم أحمد ورنيدة. ترند الأسبوع لتيك توك. شو عملتوا؟ عملنا كتير شغلات صراحة. طلعنا ترند ثالث ترند تاني أوكي في تيك توك which was amazing صراحة. رح نعرف بالحلقة هاي شو ورا الترند، رح نجاوب على كل الأسئلة اللي سألتوها كلها. بس قبل ما نبدأ حابين نشكر المنزل لاونج على استضافتهم الحلوة لنا هون، ورح نخلي لكم الانستغرام تبعهم تحت بصندوق الوصف عشان تشوفوا اللوكيشنهم وتجوا تزوروهم. أكيد لازم تزوروهم. أيوة. أول شيء نفوت انترو ونرجع لموضوعكم. اوكي، جاهزين؟ طبعا. انا ومنال اليوم جاهزين لكم اسئله الناس طبعا هم سالونا، واحنا رح نيجي اليوم نفضي فضولهم. بعرفكم انتم فضوليين بشكل مو طبيعي. تعرفوا شو؟ حطينا السؤال على الانستغرام، طبعا رابط الانستغرام موجود تحت كمان. اجانا اكثر من 1000 سؤال. واو. فاخترنا طبعا في كتير اسئله مكرره، اخترنا كم سؤال منهم من اسئله الناس ورح نسالكم اياهم. بس أول شيء هذا السؤال بالنسبة لكم يمكن هلأ بسيط كتير عشان يعني خفايف. حنبلش بخفايف. أهم شيء عنا المصداقية. لا، حنبلش لكم بخفايف هلأ. أوكي. ففي كتير ناس ما بيعرفوا كم أعماركم، من وين، أسماءكم وهيك، فعرفوا عن حالكم شوي. كل واحد هيك يحكي شوي، يعني نبذة صغيرة عنه وبعدين نبلش بأشياء أصعب من هيك. أولا كيف ما بتعرفوني؟ يعني أنا من وين وهيك. طب أنا ممكن ما بعرفك عادي. لا شخصنها أحمد عادي، لا تشخصنها. في ناس جداد على القناة يعني. استنى شوي عليهم. أنا اسمي أحمد، من مصر، عمري 24 سنة، في فريق حامي بارد طبعا، خاطب رنيدة. شوف انبسطت. لا ضحكتني. المهم أنا رنيدة ياسمين. عندي اسمين عشان كتير ناس قاعدة بتسأل هذا السؤال. أنا عندي اسمين ليجلي. عمري 24، من الجزائر، وعايشة كل حياتي في الإمارات. متزوجة؟ مخطوبة من أحمد. ما قالتها. لا، ما هو الرجل هو الذي يقول. لا بلا أنت لا. الرجل لا يقول. مؤيد بلش يقول. مشاكل بينهم من أول. الرجل يقول. لا، واضح إنه القعدة حلوة. قاعدة على خير. طيب، عندي سؤال. كيف تعرفتوا على بعض ومين اعترف بحبه للثاني؟ يا اخوان احنا مو متعودين نقعد هيك قعدات، يعني فاهمين انه احنا الاربعه فاهم. ديب ويب. اوكي، جاوبي انت ولا انا اجاوب؟ جاوب تفضل. طيب، تعرفنا على بعض من طريق الفريق حامي بارد. حب كبير لحامي بارد. هاي دائما لازم دائما. مين اعترف للثاني؟ انا اللي اعترف. انا اللي اعترفت وبس. اوكي. كيف اعترفت؟ بكحة. اقسم بالله ما بمزح، عن جد ما بيمزح والله. بكحة يعني بحبك. ايوه هيك في نص الكلام. اسمع، والكلام ما كان له دخل في الموضوع. يعني احنا مثلا عادي قاعدين بنحكي عن اقتصاد الدولة، هو لا مش اقتصاد، زي ما انت هتسجلين. لا يعني بتقول لك اقتصاد دولة. كات يا هاي كات. السؤال عندك منال. اوكي. اول شيء دائما بيكون في مشاكل او اعتراضات من عند الاهل انه لا، واحنا عندنا مثلا اختلاف ثقافات وكل واحد من بلد وهيك. فهل انتم واجهتوا هذا الشيء في البداية او لا. كان عادي فليكسبل كثير؟ ابدا، لانه اوريدي كان اهلي بيعرفوني واهلي بيعرفوه. أهله بيعرفوني وأهلي بيعرفوه. يلا نغني. بطتكم. أيوة بالضبط. فهم أوريدي بيعرفوا بعض وبيعرفوني منيح. أهلي بيعرفوه كتير منيح والأهل حتى كانوا بيعرفوا بعض يعني تقريبا. يعني فكان الوضع جدا سلس. حلو. ذكرت شغلة هلا وأنا في البودكاست. في مرة نشرت أنت فيديو على تيك توك بعد يوم من اعترافكم بالخطبة إنه قدام الناس، نشرته قدام الناس، كتب فيها والله بحبها يا إخوان.
آه. صح؟ اوكي. فكمية الناس يعني نسيت انه كذا، ركزوا على الاسلوب انه كنت حسألك السؤال، جد بتحبوا بعض؟ شو هالسؤال؟ يعني شوف انا عن نفسي ما بقتنع بالجواز اللي هو التقليدي، فاهم كيف؟ لانه هذا الشخص انت هتعيش معاه هيك ولا هيك. فتخيل انت مثلا تزوجتم واخر شيء يعني طلعت ما بتحبها، ما حتعرف تعيش معاها. صح. فلازم تكون متاكد انه هذا الشخص المناسب وانه جد بتحبه وهيك. او الشخصيات غير بعض، بحيث زواج تقليدي زي اقشط واربح. بالضبط. شوف شو بيطلع لك بعدين. لا يعني الزواج التقليدي برضه كمان في ناس كتير تزوج زواج تقليدي وعادي. اوكي بس هي اقشط واربح، في عندك نسبة 50-50. هي فيها اقشط واربح، بس في ناس بتعرفوا على بعض قبل وهيك، يعني هي الموضوع فترة يعني خطوبة قصدك؟ مش زي اول يعني الموضوع. انا فاهمة عليك، بس فترة الخطوبة دائما الواحد بورجي احسن وجه. ممكن. بتحبي؟ انا يعني ما عندي اي سبب اني اقبل انه انا يعني نخطب ونتزوج اذا انا ما بحبه جد. ترى عادي ممكن واحد يتزوج بدون حب. لا انا ما عندي هذا المبدأ. انا ابدا ما عندي هذا المبدأ. انا اهم شيء عندي راحتي، تمام؟ فانا بدور وين انا مرتاحة. فهمت علي؟ حلو. يا السؤال عند منال. تمام. دائما تشوفوا بكل اعراس وبكل الدول العربية في شيء شو اسمه عادات وتقاليد. اوكي. فزمان طبعا ببلداننا كان في عادات وتقاليد لأعراس. احنا طبعا بالجزائر عنا عادات كتير يمكن مختلفة عن باقي العرب. فالناس دائما بتحكي لكم، واكثر سؤال اجانا، العرس رح يكون بعادات وتقاليد مصرية او جزائرية، او رح تعملوا واحد بمصر واحد بالجزائر واحد بالامارات واحد بالسعودية عشان ما نزعل حد. على فكرة اجانا اكثر من 300 واحد سألنا السؤال هذا. ايوه احنا كمان كثير بينسألنا هذا السؤال. جاوب ولا اجاوب؟ جاوبي انت. انا جاوبت السؤال الماضي. اوكي. شو كان بدي احكي؟ العرس حيكون الاثنين مع بعض، يعني حيكون جامع بين العرس حيكون جامع بين العادات والتقاليد الجزائرية والعادات والتقاليد المصرية. هلأ حنتي حتكون في الجزائر عشان تكون 100% تقاليد وعادات الجزائر. احنا كيف العرس حيكون موجود هون في الإمارات وحيكون جامع الاثنين. يعني أنا إذا أنت بتعرفي يعني مثلا نسميها التصديرة اللي هي الملابس تاع كذا، البنت بتغير أكتر من لبسة. هاي حتكون موجودة هون في الإمارات وحتكون موجودة هناك، تمام؟ بس نفس عرسان، مش عرسان، حفلتين. لا وين فلس الولد. أحمد يا أحمد. عرس ثالث بمصر. لا هي حنة لإلي اوكي في الجزائر وحلبس فيها تصدير. بعد ما خلص كلامك حسأل أحمد بتحبها؟ جاوب. طبعا جاوب. طبعا. ايوه شو فيك عم تحكي لي جاوب؟ جاوب. فبس هاي هي يعني حيكون جامع بين الشغلتين. بس قبل ما نسأل السؤال هذا، متى العرس؟ شوف هالسؤال اوكي. اول مره حنجاوب فيه هون يعني. حلو. هو العرس حيكون متى ما بنعرف، لسه ما حددنا تاريخ بالضبط متى، بس بعد سنه. اللي هو مرة في حامي بارد. لأول مرة جد لأول مرة ولا مرة صريح ولا مرة جاوبنا عليه. حلو. بالضبط. اوكي. عندي سؤال ما بعد الزواج. اوكي. او بعد الخطبة. اوكي. شو رح تصرفوا؟ سؤال رنيدة، شو حتصرفي لو لقيتي أحمد مع بنت؟ على حسب هو مع بنت في أي يعني في أي نطاق. يعني في أي نطاق يعني مثلا طالع مع بنت لحالهم. طالع مع بنت لحالهم؟ عادي. خير إن شاء الله. لا دي قبل ما تبهدلي ودنيا. لا ما حبهدل. أول إشي أنا خليني أجاوب أنا. خلص جاوب. السؤال الرنيدة. جاوب أنت. لا والله أنت خلص حلفت. أنا أول شيء ما حابب على حالي يعني، لأنه مثل ما أنا يعني اللي بقبل على حالي لازم أقبل على غيري، صح ولا لا؟ لا العكس، اللي بقبل على غيري بقبل على حالي، صح؟ فأنا ما حابل يعني. السؤال كان شو حتسوي؟ أوكي. أول إشي أنا ما بعتقد إنه أحمد حيعملها. أوكي. لو ليش؟ عملها. لو عملت شوف هي من المستحيلات أنا متأكدة،
بس لو صارت على حسب، يعني لو طالع معها ديت يعني مثلا نتخيل مع بعض. خصمك. لا 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 لا, لا ما خصمك ولا شيء. مثلا هو قاعد في المطعم تمام هو وياه حلو. المشكلة ما بدي أطلع أفكار الجهنمية. طلع الأفكار، إحنا بنسمع أفكار اليوم. أوكي. حيكون قاعد معاها وكذا ومكذب عليها طبعا وشالح خاتم الخطبة وكل شيء ولا الزواج. شالح شو عرفك وقت الزواج؟ لا من عارف بعدين يعني حتخون. يعني بالخطبة عادي؟ الخطبة عادي لا. اوكي حيكون قاعد معاها تمام. فانا حدخل حجيله اوكي وححكي له هاي بيبي كيفك، بس بالله عليك صاحبيتك هاي ولا رفيقتك بالشغل اور something. المهم بالله عليك لا تنسى لانه حرام كرم لازم، ولا ما بعرف اي اسم، ما بعرف ليه حكيت، او الياس او وات ايفر اوكي اسم البيبي يعني اوكي على اساس يعني انه من راسي تمام. كان السؤال اللي بعده استنى لسه ما جاوبت على السؤال، انا بس حكيت اي شيء اوكي. ما تنسى تجيب له الحفوضات وكذا وهيك ماشي. بستناك بالبيت بيبي يلا باي. خرب كل إشي. بس عادي تكون هي فلكسبل. قال صراحة الموضوع طلع أسهل. قال تضرب رنيدة. أنا فكرته أسوأ من هيك. لا ما هو حيكون أسوأ من هيك. ما هو بعدين أنا حكون عم بطلع عليهم بشوف شو كنت حتجيب ديزل. لا شوف أنا من نوع أوكي إذا هو قبلان على حاله إنه يطلع مع بنت تانية وكذا وهيك وفي بنت قدرت تاخده مني فخليها تشبع فيه. شو هذا أوف أحمد. لا لأنه أنا عارفة إنه أحمد ما حيعمل هيك، ما حيقبل علي إني أحس بمشاعر هيك. صح ولا لا؟ ماشي صح ولا لا؟ صح يعني افهم علي. أنت فهمان علي؟ فاهم. يعني تخيل إنه مثلا أنا قبلت أوكي أو أنت قبلت على حالك إنك تطلع مع بنت. أحمد اسمع صحيح؟ صح. إحنا متفقين. this will not happen. صح ولا لا؟ صح. جماعة دايما جلتن بيرنتينج. اشربوا مي مفيد للصحة يا جماعة خلاص اهدوا، احنا بنهدي النفوس. انت جاي من امبارح وانت بتهدد فيهم. لا بس شوف والله العظيم انا كمان احكي شغلة تانية عادي. يعني صح انه مثلا في ناس كثير حتحكي انه ردة فعلي جدا باردة، بس انا مو قدام الناس حاقعد احاسبه واعمل دراما وكذا وهيك اوكي، لانه انا في عندي كياني كمان. فانا اذا نزلت مستواي يعني انا بكون بنزل مستواي بهاي الطريقة انه انا بسوي مشكلة. السؤال اللي بعده. طب اعطوني رياكشن. اعطوني رياكشن. تمام. انتوا يعني كنتوا اصدقاء في البداية اوكي. شو هو الشيء اللي افتقدتوه بعد ما راحت هاي الصداقة؟ ولا شيء لانه ستيل لهلا احنا بنتعامل مع بعض على اساس انه احنا اصدقاء. نايس. عندي سؤال كتير قوي. كيف تحولت الصداقة لحب؟ احنا في شغلة احنا خلينا نحكيها بشكل عام. الصديق تحوله لحبيب، خاصة انت بتحبه، شغلة كتير صعبة. اوكي. كيف رنيدة واحمد فوكسي تحولوا من صداقة وعمل الى حب؟ تجاوبي انا ولا جاوبي انا؟ جاوبي ولا جاوب. مواقف يعني في اكثر من موقف صار تمام، لقيتها انه جد يعني تغيرت. يعني هي هيك فجأة بتيجي يعني الحب منه عشرة اللي بيخلق بعد فترة. الحب هيك بيجي فجأة فاهم، بس في اكيد يعني اسباب كمان. فهالاسباب انا عن نفسي يعني المواقف يعني لقيت اكثر من مرة فاهم كيف، ساعدتني كثير اشياء هيك، فتحول من صداقة الى مشاعر. واحكي لك شغلة كمان. انا قبل كنت بؤمن انه في صداقة بين الرجل والمرأة، بس بعديها بعد رنيدة يعني شفت انه هذا الشيء لا مش دائما. كيف يعني؟ ما فهمت. حرق علي سؤال كنت حاسأل هذا السؤال. انا ما فهمت. يعني معنى صح انه ما في صداقة بين المرأة والرجل لو هو ما في حدا في حياته هي كمان، إلا لفي واحد فيهم هيحب التاني لازم. يعني بطلت آمن بالصداقة بين الطرفين؟ لا بطلت.
ورنيدة سام. مؤيد. يعني ما عدا اسمعي، انا بآمن. أنا بآمن. انا لا. هو على حسب، ممكن لانه نحن انحطينا في موقف انه احنا كنا جد اصدقاء. انا أوكي؟ كنت بآمن بس كنا جد اصدقاء، بس بعدين يعني انا ما في حدا في حياتي، هو ما في حدا في حياته، كنا دائما مع يلا بعض. نحب بعض. اوكي. فتحولت هذا الاشي. بس مثلا انا هلا مثلا احمد في حياتي او انا احمد في حياته انا. اوكي، لو في صديق يعني مثلا الناس اللي في حامي بارد وكذا، لا هدول اوكي اكيد اصدقاء، يعني بنؤمن في هذا الاشي. اوكي، بس لانه انا في حدا في حياتي وهو في حدا في حياته فخلص. بالضبط. فهمت علي؟ فيعني هي ديبند إنه أنت سنجل أو تيكن. اوكي نايس. عندك سؤال؟ عندك سؤال قبل شوي شبه تجاوب عليه بس حد أسأله. اوكي. ان شاء الله لما يكون عندكم اولاد شو حتسموا الولد؟ شو حتسموا البنت؟ الولد الياس. البنات ما بعرف. لسه ما حددنا. احنا ولد. احنا بنحب خلفة الولاد. آخر شي حتجيب بنت. لا، كل شيء بيجيبه الله بيكون منيح يعني اكيد، وحنحب اي حدا بنت ولا ولد. احنا نحب اي حدا. نملة نلعب عادي. بس يعني احنا نفضل خلفة الولاد. ليش؟ سند. يعني انا حتى البنات سند. لا أكيد. بس الشاب أكثر. مسؤولية أكثر. أيوة بالضبط. حتى البنات فحلو سند. لما يكون إنه الشاب بعديها بنات مثلا يعني بيكون هو مسؤول عنهم. بالضبط. انا هيك بدي يعني انا لانه ما عندي اخ اكبر مني، فانا بتمنى لو كان عندي اخ اكبر مني. عنصرية. لا. شوف، احنا بدنا يكون عندنا ولد اول شيء، عشان الولد هو يحمي البنت الصغيرة يعني. ترى عادي البنت كمان تقدر تحمي حالها. تقدر تحمي حالها صحيح، بس اكيد يعني لما يكون وراها ظهر حتكون أقوى. صدقني حتكون اقوى. اقتنعت. لانه اقتنع. شوف بعرف وجهه اقتنع. لانه انا اوكي انا شفت انا قديش قويه وكل إشي و everything، وانا مع نفسي واندبندنت وكذا. بس يا ريت sometimes انا بتعب، لانه انا البنت دائما بتحتاج سند. اوكي، فقبل احمد يعني ما كان عندي سند او شيء، فكنت بتعب. فهسا روح النصيحه. على سيرة السند عندك سؤال؟ أيوة. أول شيء لما كنتوا أصدقاء قبل، اوكي، ما كنتوا تتوقعوا أنه هاي الصداقة رح توديكم على طريق مختلف هو غير الخطوبة؟ لا يعني أنتوا كنتوا عارفين أنه حيوصل لخطوبة؟ هات سؤال. لا أنا كنت واعد حالي يعني إنه لو حبيت شخص على طول حروح إنه أخطبه، لأنه هذا الصح صراحة. فاهمة، بس أنت ما فهمت علي. أنتوا الاثنين كنتوا أصدقاء مثلا، أوكي؟ فلما تكونوا أصدقاء بتكون دائما في نظرة إنه هذا الشخص بس صديق، أو دائما عندك نظرة إنه ممكن. هي في البداية كانت بس صديق صراحة. شوف انا فيني اجاوب عليها بطريقه احسن وهي جاوب أنت تفهمها. وأنا حجاوب. اوكي يعني كل واحد حسب. اوكي، يلا ورقه مقص. يلا ورقة من أول. ورقة مقاس. اسمع حجاوب انا. جاوب. اوكي. لا، احنا من النوع اللي بيمشي هيك، يعني خلص انه هو صديقي على صديقي. ايوه، يعني احنا ما بنحط في بالنا والله انا هاد صديقي عشان بعدين انا حاطته في راسي انه ممكن حيكون زوجي او مدري شو، او ممكن استفيد او أكيد، ممكن بس مثلا whatever. مرات عادي تكون مثلا إنه عندك صديق، أوكي. بتطلعوا بتيجوا عادي ما في شيء. بعد فترة من الصداقة بتتحول. ما هي يصير لما في هيك أفكار. ما هي لما تحولت وصار في افكار، كان وقتها اوريدي الباشا معترف. اوكي، واوريدي خلاص، واوريدي بلشنا خطبه، واوريدي اهل حكوا مع بعض وكل شيء، فما لحقنا. فهمت علي؟ حلو كتير. بس نفس هي حكت الجواب. كل شيء، حكت كل شيء، ما خلت لي شيء. أنا عندي اختبار. تفضل. حسألك سؤال وحسألك سؤال. اوكي. كم تاريخ أول تاريخ حكيت لك كلمة بحبك؟ يا محمد، هي صعبه، كثير صعبة. هي كتير صعبه والله. كثير صعبة. لانه ما بنتذكرها. احنا من النوع اللي ما بنحط تواريخ، يعني اللهم عارفين تاريخ خطبتنا. السؤال إلك، اوكي تاريخ خطبتك. اوكي 29. كل سنة السؤال يعني. شو السؤال حلو لأنه عشان انت مش عارف، انا عارفه. قلت لك اوكي 29 هداك الشهر. شو شهر هداك؟ جون. 29 جولاي. شو كان هداك الشهر؟ جون. 29 جون.
كان 7 شهر 7. أيوة. لا لا مو 7 شهر 7 6. من يومين مخلص، شو مالكم؟ كان شهر 6. لا خلص 8. هلا بلشنا 8 اليوم 1/8 شهر 6. معلومة جديدة. 29/6 كان العيد. هو تاني يوم عيد ولا ثالث يوم عيد؟ تاني يوم. اوكي تاني يوم عيد. احنا في المواعيد جدا سيئين. اوكي تمام. لما هلا انتوا اصلا بالسوشيال ميديا، اوكي قديش رح يكون عندكم خصوصية وشو ممكن تعرضوا كمحتوى لما تعملوا انه عائلة او مثلا فاميلي تشانل او هيك شيء؟ قديش رح يكون نسبة خصوصية بحياتكم، وشو الاشياء اللي ممكن تعرضوها او اشياء ما حنعرضها مستحيل؟ سؤال كثير حلو. كثير. شوفي احنا اصلا اوريدي عاملين قناه، تمام؟ هاي القناه احنا بنعملها من هلا مشان هي حتكبر فينا هاي خلص، وحندخل فيها اولادنا ودنيا، بس تتوارثها الاجيال. بس اعتقد لما نخلف ممكن نطلع من السوشيال ميديا. هل انتم مع انه مثلا احط اولادي على السوشيال ميديا؟ انا سمعت شغله، نطلع من السوشيال ميديا. لا مش نطلع من السوشيال ميديا، ممكن اولادنا ما نحط وجوههم على السوشيال ميديا. اما انتو نحن اي جس ممكن حنضلنا مكملين، ما بعرف شو بيخبينا الوقت، فهمت علي؟ ممكن نطلع لو حسينا انه الوضع قاعد، يعني لو الوضع كان توكسيك لاولادنا، اوكي، او ممكن 1% يأذي ابني، اوكي، او بنتي. عصبت انا بحرق السوشيال ميديا كلياتها، لانه اهم شيء تربايه الاولاد اذا تربوا منيح انا ما بيهمني لا السوشيال ميديا ولا شيء، بالعكس انا بحب المتابعين وبحب كل الناس وكل إشي وممنونة على كل إشي، بس اذا الموضوع حيجي طرف ابني، في النهايه في الاول وفي الاخر هي حنشوف مصلحه العيله. وانا لسه عند كلامي، ممكن نطلع من السوشيال ميديا. طب ما حكيتونا شو هو المحتوى اللي ممكن تعرضوه؟ اوكي هي عندي. او والخصوصيات، شو هي الليمت اللي انا مستحيل اطلع هاي الاشياء؟ يعني في مثلا مرات اسرار بيتي اكيد ما حطلعها. لا مش قصة أسرار، أكيد هاي خصوصية، هاي متفق عليها من الجميع، بس في ناس مثلا على السوشيال ميديا، في ناس كثير في السوشيال ميديا مثلا سفرات طلعات. لا قصدي أنا أنه مثلا في ناس بس يولدوا ما بيورجوا أبدا أطفال على السوشيال ميديا، وفي ناس بالعكس من أول يوم، يعني من هي وحامل بيعملوا كل شيء على السوشيال، بيورجوا كل شيء على السوشيال ميديا. فهاي هي اللي قصدي خصوصيات. لا احنا حنعيشهم كل شيء في لحظة بلحظة يعني. لو احنا كملنا ان شاء الله وكان في نصيب يعني حنورجي كل شيء يعني حتى معنا. الأطفال من أول ان شاء الله. هلا ما بعرف، هلا بالنسبه للاطفال انا مرات بحكي انه ممكن ما اورجي وجوههم وممكن اورجي وجوههم، ما بعرف الصراحه. اشمعنى يعني؟ لانه العين حق. العين حق، هي واحد. العين حق، بس انت كمان حسن نفسك، بس كمان العين. انا محصنه حالي وكل إشي، بس انه ما بدي يعني مثلا ما بتعرف شو ممكن برا، الناس اللي برا، ابني مثلا طالع على الشارع قاعد بيلعب وكذا، وحدا يعرف انه هذا مثلا ابن حدا يوتيوبر كبير وكذا وهيك، ما بتعرف شو ممكن يعني. انت في دبي. صحيح، هو صح صراحه. انت في دبي الأمان 100%. هو بصراحه يعني بس لا انا بشوف الموضوع انه عادي، كان نوجه وجوههم برأيي الشخصي. بعرف انه موضوع الحياه الشخصيه ممكن تاثر على الاطفال بطريقه سلبيه جدا، خاصه اللي بلش هو صغير بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا صحيح لها ايجابيات كثير، بس سلبياتها اعلى بكثير. اوكي صح. وخاصه اصلا يعني بشكل عام التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام لازم واحد عمره قبل 12 سنه should be control اكيد. فانه يشوفوا حياتنا احنا في التيك توك او بالسوشيال ميديا او باليوتيوب واحنا صغار اولادنا، فهاي برضه مشكله. بس بتخوف. هو اطفال على السوشيال ميديا بتخوف، لانه في ناس، طبعا مو الكل، بس في كتير ناس ما يعني شفت في اطفال على المشاهير بيجيهم انتقاد قاسي ما بيتحملوا كبار. بس الحلو في الموضوع حاليا يوتيوب وتيك توك والسوشيال ميديا عم يمنعوا، عم بيعطوا ريستريكت رولز عن مواضيع هاي، وكل يوم عم بيطوروا البوليسي تبعهم. اكيد. فهذا الشيء بنمدح فيه اليوتيوب والتيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام، والسياسات حتى الحكومات صارت تتدخل في المواضيع هاي، كل دولة صارت تتحكم. ونحكي عن دولة الإمارات جدا أكيد هون الرقابة جدا عالية، وبتابعوا كل المحتويات اللي عم تطلع. اوكي طبعا ما في حد بيقدر ينهي كل شيء، بس في النهاية في تطور عم بصير كل يوم. على سيرة التطور، شو ردة فعل فريق حامي بارد، ومين أول واحد حكيت له؟ أول واحد حكينا له مؤيد. جد؟ حتى في عنا الفيديو
قبل على فكره مصورين الفيديو. مصورين مكالمة. الفيديو وانت بنحكي معك تليفون. المكالمه متصوره فيديو. كانت مسجله. نعرضها عادي، ما عندنا مشكله. نعرضها على جنب كمان شوي. اوكي. فاول حدا كان مؤيد قبل بيوم من قرايه الفاتحه. قرايه الفاتحه يعني بالليله بتاعتها اول حدا خبرناه كان مؤيد. طبعا كتير انبسط، كتير 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 كتير. شفت ردة فعله اكيد. فهو جدا انبسط لنا وكذا وهيك يعني. يا جماعه شعور حلو لما تكون الناس بالفريق بيحبوا بعض وموضوع شوي سيريس دخل مواضيع الاهل، فهالشيء احنا وي براود اوف يو. هي اول شيء. بس دي بدي اسالك سؤال، اول شيء انت فكرت مقلب ولا لا؟ لا والله ما فكر. ليش اول شيء بتلبقوا لبعض. اوكي نفس الغباء. كحلها كان بده يكحلها عمى. فتلبقوا لبعض وما شاء الله عليكم حلوين مع بعض. في احلى من الحب يا جماعه. هي والله رضا الوالدين. احمد والله مشاكل عائليه بعدين. طيب شو كانت ردة فعل فريق حامي بارد؟ كثير فرحوا لنا صراحه. يعني انا شوف انا كنت مفكر انه دقيقه محمد ضل مو مصدق. عن جد؟ ويوسف كمان انا ما انتبهت. لا محمد لما شافني حكى لي انتوا عم تمزحوا ولا عم تحكوا جد؟ العمى لك شو في لك انا وين كنت؟ ليه ما قلت لي؟ فضحوك يا محمد. محمد اكثر واحد محمد اتصل على الكل يتاكد من الموضوع. لا محمد اتصل على الجميع. اتصل علي وقال لي اتصل علي انا كمان. مؤيد مقلب نزلوا صوره وقول له يا ابني الحلال جد يعني شايف اهله في البيت وهيك. وقال لي محمد مؤيد انا بعرف استهبالهم هدول. قلت لهم لا موضوع حقيقي وكذا تقبل الواقع. انا اتصل لي قال لي انت بتعرفي شوفي عن جد. حكيت له شو مالك يا زلمه؟ يوسف كمان صح. يوسف كمان اتصل لي. طب انا ليه ما حد اتصل لي؟ ما حد بين لي. قال رنيدة اذا مسوي مقلب ما هتحكي لنا مقلب. يلا عقبال جميع اعضاء حامي بارد وكلهم موجودين نعملوا حامي بارد جميع. وخلينا ناخذ من خبراتكم شوي في الحياه. احكوا لنا مواقف. هحكي لكم مواقف كيف بديت افكر اوكي في الحب يعني في رنيدة بسبب ريتا ومنال. انا ولا منال ريتا ومنال. دخلكم. كنا قاعدين مرة على البحر اوكي وهم كانوا مفكرين انه احنا كثير انا ورنيدة كنا كثير كلوز كثير قريبين عن بعض. فهم كانوا مفكرين انه في علاقة بيني وبين رنيدة. فصاروا يحكوا لي عادي اعترف وما بعرف شو من هالكلام يعني. فمن وقتها دخلوا الفكرة في راسي يعني. فمن وقتها صرت انه احكي طب جد ليش لا هيك يعني. بدأ ايش سويت؟ بحبك. ايوه فجد الكحة. يا اخوان اقسم بالله انه هاي الطريقة انا بنصح فيها اي حد. انا ما بنصح فيها اي حد. والله كانت حلوة. شو فيكي احمد؟ والله بحبك يعني والله حلوة صح. الناس تنبسط. شعل لي الشارع كله نار وهيك ولافتة مكتوب عليها بحب. كات جد كت. لسه بتحب؟ لا جد كت انا حكيت معه. اوكي انت حكيت لي في موقف صار معكم وقت الخطبة. لا موقف مضحك تاع الورد. يا إلهي. احكي انا. تمام. احمد دخل على البيت تمام ومعاه بوكيه ورد. كيف على اساس انه البوكيه الورد هاد يعطيني اياه المفروض هو مسك البوكيه الورد وحطه عليه ومن كتر التوتر وما عرف شو يعمل. انا طلعت حضنته حاضن البوكيه. انا طلعت وعم بعطي العصائر والموهيتوز للناس وكذا وهيك يعني الاهل الموجودين تمام. واحمد لسه حاضن البوكيه وانا وقفت هيك شوي انه طلعت عليه انه اوكي انا عارفه هم حفظوني انه في هاي اللقطه لازم هو يعطيني بوكيه الورد بس الولد حاضن البوكيه. فضلوا ماسكه هيك. انا وزعت وخلص رحت قعدت جنب خالته اوكي. فبعدين يعني حماتي هي يعني امه تمام ضلت تعمل له هيك احمد البوكيه
مش عاطيها. هو توهق ما عرف شو يعمل. تمام، قام راح رمى البوكيه لا اخوي على اخوه، رماه هيك على اخوه. تمام، انا هيك علمتك يا احمد. قام راح اخوه اعطاه البوكيه وقال له لا مو كذا وهيك. المهم فعشان انه كل هاي يعني نلم الليله كلياتها، شو رحنا سوينا؟ راحت بنت اخوي اجت بنت اخوه الصغيره، اوكي، اخذت البوكيه من احمد واجت واعطتني اياه. درس اليوم لا تتوتر. لا درس اليوم لا تجيب بوكي. لا، درس اليوم انه انت لازم ترجع تجيب لي بوكيه وتعطيني اياه بايدك، لانه انت منعتني من فرحه انه تعطيني البوكيه في ايدي. شوفوا يا جماعه، هي اسمها نو يور وورث. دقيقة المفروض اصلا تحكي لي كل إشي منك حلو حتى لو ما جبت لك اياه. كل إشي منك حلو، بس خلاص بس انا بحب الافعال. لو اوف افعال. اوكي هذول سوري يا اخوان. خلصت المشكلة. ايوه. اوكي، شو لسه عندك كلام مؤيد؟ عندي كثير اسئله. اوكي تفضل. عندي اخر سؤالين. تمام. لا. شخص استنى اسمع السؤال بمزح. بعدين نحكي. ما تتمنوا ما يطلع من حياتكم. شخص بس واحد صعب. شخص واحد غير احنا. شخص واحد، كل واحد يذكرنا شخص واحد نتمنى ما يطلع من حياته. اهلي. شخص واحد. لا الأهل ما حيطلع من حياتك. كيف حيطلع؟ شخص غير أهل. شخص غير أهل. سوينا مشاكل بين الأصدقاء. نحكي والله لا يزعلوا صعب. لا ذكرتهم كلهم صح. ما بقدر أجاوب. لازم تجاوب. ما حقدر. اليوم حكينا كل أجوبة بتتجاوب، كل أسئلة تتجاوب. ما حقدر. أنا فيني أجاوب. جاوبي. أوكي، شخص حدا يعني من رفقاتي عادي. هو ما في يعني أكيد مش من رفقات أحمد يعني. ما عادي يعني ممكن سارة مين؟ سارة صاحبتي، لأنه بعرفها من لما كنا صغار. أوكي، كل ما بحتاجها بلاقيها موجودة. أوكي، حب كبير لسارة. طبعا ماي حتزعل، بس يعني إنه سارة قبلك يعني من زمان أنا بعرفها، يعني هي صاحبتي. والله ماي حتاكلك. ماي حتعمل لي بلوك. سؤال الحلقة. أحمد، هل طلبت من رنيدة تغير محتواها على التيك توك بعد ما خطبته؟ لا، يعني ما تغير أي محتوى من محتويات السوشيال ميديا؟ لا ما تغير، بس هي الحالة غيرت يعني. شو اللي تغير؟ يعني مثلا يعني احتراما لأحمد مثلا، أنا يعني ما بعمل فولو لحدا أو كذا مثلا. ما بصور شغلات معينة، يعني ما بعرف يعني صراحة، لأنه من قبل يعني المحتوى كان عادي. فهمت علي؟ يعني من قبل يعني ما بتذكر إني أنا غيرت شيء كتير كبير، لأنه من قبل محتواي هو يعني للبنات ومحتوى عادي. ما بعرف. بتنصحوا الناس تخطب؟ طبعا بنصح أي حدا إنه يخطب، بس الشخص الصح، الشخص اللي بيتفهمكم، الشخص اللي راسه نفس راسكم، لأنه حرام بعدين تعيشوا في سجن أوكي وأنتم مع ناس يعني مو نفس تفكيركم وتحاولوا إنكم تغيروهم. أنا الشخص الصح. أنت نفس الراس؟ أنا هو نفس الراس. صراحة أنا والله العظيم بحس إنه أحمد، يعني أنا يعني شفت أحمد على هيئة شاب، على هيئة بنت. هي لا أنا لا وهي شنو هالكلام؟ وقف. لا أنا قصدي فهمت علي، يعني نفس الراس. سؤال، إحنا مش نفس التفكير؟ شوفي لا في شغلة بيحكوها إنه الإنسان. أوكي، احكي أنت بتحكيها دائما، إنه المرأة بتكون خالقة من ضلع زوجها، فبيكونوا نفس التفكير يعني. إيه. أوكي. هاي الطلع. أنا طلعت مني. واضح إنه نفس الراس. اسمع، تخيلت راسي هيك طالع من هون. المهم يا جماعة، وهيك ننهي حلقة البودكاست. هيك بتكون خلصت حلقتنا،
ولا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وكل شيء، وتكتبوا تحت كومنتات، واحكوا لنا مين بدكم تشوفوا معنا بالحلقات الجاية. استنوا وتفعلوا الجرس. لا ودقيقة بدي 10,000 لايك. لا والله 10,000 بنجاب مو كتير اقسم بالله. بنجاب. واسمعوا كومنتات ملوها رنيدة واحمد رنيدة واحمد رنيدة. يلا بقى وزغريد اوكي زغريد تحت تمام وبس. باي.